ففجأة يطلع لك واحد من زمايلك زي الخازوق تلاقيه بدأ يتكلم في الكورة ويعمل شوية مقارنات. يعني مثلا هتلاقيه بيقارن لاعب بلاعب او حتى مدرب بمدرب، ويعني كده كده اصلا ديت في الاساس حاجة احنا متعودين عليها، سواء المقارنات على السوشيال ميديا او حتى المقارنات على القهاوي. وما بالك بقى لو القعدة ديت فيها حد من زمايلك بيشجع ريال مدريد او حتى برشلونة. اكيد مش محتاج اقول لك دايما هتلاقي كل واحد فيهم بينحاز للاعب اللي بيلعب لفريقه، ودايما بيبقى ضد الخصم. زي مثلا كلمة كريستيانو عمك، فتلاقي التاني بيرد عليه يقول له ما هو ميسي هو البابا، فالتاني يرد عليه ويقول له ما هو كريستيانو ملك دوري الابطال وميسي دايما متخاذل، فتلاقي الكتالوني بيقول له ما خلاص الكرة انتهت في يوم 18 ديسمبر وميسي كسب كاس العالم وخلاص قفل اللعبة، فانت بقى قاعد بتهري معايا على ايه؟ فتلاقيه مثلا فتح موضوع تاني ويقول لك يا عم ما هو مودريتش عم تشافي ونيستا وعلى الاقل كسب ببالون دور، فالتاني يرد عليه ويقول له هو اصلا مودريتش بتاعك معاه كام كاس عالم؟ طيب اقول لك على حاجه، سواريز احسن من كريم بنزيما، فالتاني يرد يقول لك ما هو جاريس بيل بتاعنا احسن من نيمار بتاعكم. طب اقول لك على حاجه، بيقول احسن من راموس، طيب ما برضه مارسيلو احسن من داني الفيش، وبرضه توني كروس عم تشافي، وفي الاخر يا عيني بعد ما شربت كوبايه الشاي والقهوه عشان تعدل دماغك تلاقي نفسك مروح في اخر اليوم ودماغك قد كده من كتر الرغي والحرق اللي حرقتوه على الفاضي، وفي الاخر ترجع تبص لنفسك تقول يا ترى هو اقتنع بكلامي ولا احنا قعدنا نحرق كتير على الفاضي وكل واحد مقتنع بوجهة نظره.